هذا طول أعماركم اثنين شباب في سن فراس بسم الله عليه، أصدقاء ما بينهم إلا ما حرم الله. نعم. مثل الأخوان وجيران. قال واحد إن أباهم نوعا ما يعني مقتدرين، وكان الكلام هذا في الزمان القديم يعني أيام الفقر شوي في نجد. فقال واحد منهم من أبائهم ودع جيرانه وقال أنا بشد يم الزبير، أبى أروح أترزق الله مع اللي ترزقون الله، الله يساعدك. راح يوم راح، المشكلة في العيال هذول مثل الأخوان يعني فرقاهم صعبة، متحابين في الله. قام طول أعماركم يتراسلون، كل ما راح ركايب أرسل خط الخوية وإذا مثل يرد عليه. الحاصل راعي الزبير ما شاء الله افتح الله على أبوه وارزاق ومحلات وتجارة واغتنى. إيه جايز مثل ما تقولون في 22 قال أنا بتزوج، لكن وين أبي خويه حضر عاد أخوي لما جابت أمي، هذا يعني ما يصير زواج بدون ما يجي. أرسل له قال تراي مثل ما تقول عقب 4 أشهر 5 أشهر تراي بتزوج ويشرفني حضورك. قال والله ما خلي رفيق وهو يركب ويروح يم الزبير. واصل الرجال أراد الله سبحانه وبحمده قبل هو خاطب خطبة، وعلى بال ما بيجي تعرفون المسألة ما بتذكره واركب الطيارة، مسألة يبي لها وقت. على بال ما وصل توفى أبو اللي في الزبير. يوم توفى انحاست المسألة شوي وخلوا موضوع الزواج. واصل الرفيق في الزبير، ها يا الحبيب سلم عليه والزواج. قال إن قلت له ما تزوجت أبحرجه وأخليه يجي مرة ثانية. قال إيه أبشرك أنا والله تزوجت قبل كم يوم، لكن عقب زواجي توفى أبوي، وهالحين جابك الله تجلس معي وتونسني لا تروح. قالوا الزواج أنا جايين عليه على الموعد. قال لا قدمناه، أراد الله أبوي تعب شوي وقال قدم زواجي. المهم قال عشان ما يعنيه من يعني محبته له، لأن الطريق مو بسيط. الحاصل طول أعماركم جلس عنده قرابة الشهرين 3. الولد هو وريث أبوه الوحيد. لاحظ راعي نجد على راعي الزبير إنه ما يبالي بالمال، يعطي هذا ويهب هذا ويضيع أمواله في ما لا نفع فيه. يضرب هي ما بس شيء زايد يا شيخ، ما هو بيمجاد يعني مضيع المال مرة. امسكه على جنب قال يا رفيقي ترى الحلال ما يتسوى به هالشكل، احفظ حلالك اللي عن الناس يغنيك. يقولها الأول اللي لبن الخمر فيك يرفع. يا سلام. يقولها الله بركات. قال لا هذول ربعي واخوياي وما عليه هذول اخوان مثلك. قال المهم انا علمتك. قال خير ان شاء الله. اراد الله ذاك اليوم والضيف جاي من المسجد البيت معزم، الا والله يلمح بنت في بيت الجيران، ولا بنت شعرها لاذا ومجملها ربها. يوم شافها وهو يعود ويقعد منسبه على حيله، ما عاد هو بيم جاده. جاء المعزب يسولف معه يا فلان يا فلان، ها وش فيك؟ قال يا فلان انا والله داخل برنبه. ايه بالحيل. قال والله يا فلان انا رحت اصلي وعودت وشفت لي مجمول واشهد بالله انه تلقل، والله من شفته معدني بطيب وهذه ما حصلت، اشهدك اني ترى بموت مغبون. قال اعوذ بالله لهالدرجه؟ قالت حصل ان شاء الله. وين شفتها؟ من هي بنته؟ قال بنت جيرانكم ذا اللي قبلكم. اثرها البنت اللي هو خاطبها، لكن ما بعد تملك عليه. شوف الصدفه. قال اللي قبلنا. قال الله قال خير ان شاء الله. ما علمه قال خير ان شاء الله يسهل الله، الا جباسر ان شاء الله يسهل الله. راح وكلم ابوها قال والله يا عم انا بدأت الخيره، توفى الوالد والحين انشغلت في دنياي ولا عدني والله يم الزواج وبزوج اخواتي، لكن هذا رجال عندي ما تعطيه يمناك يسراك، وفي وجهي وامان الله ما جاك منه، والمهر اللي تبيه بشربه. الله. قال بذمة قال والله اني ارضاه لاختي مره سنها انا واطيب مني. قال هذا زوجه الرجال وساق المهر خويه وزانت اموره كلش قايم به هو، بس انه ما درى ان هذه هي زوجته اللي كان ناوي يتزوجها واللي هي في خاطره. خذها وجاك النجد. يوم جاء النجد عطاه مبلغ وقال استعن بالله وتاجر واشتغل، عارف ان ظروف ابوه انها ما هي بالحيل.
الرجال جاء وحط له محل ومحلين وثلاثة، مع مرور الزمن زانت أموره. هذاك على كثر راعي الزبير، على كثر ما يعطي ويضيع المال، ما أخذ سنيات إلا هو منتهي، خلص مرة ما عاد عنده لا قليل وقت، باع مزارع، باع محلات، رهن بضايع، المهم انها نحاس، ما عاد عنده الا ثوبها اللي لها ولابسه. دور اخوياه اللي يعطيهم، يقول انذرك خلنا نرخى عندهم قوم. دور اخوياه اللي يعطي عليهم، تصددوا عنه. قال ايه والله انا معلمني فلان، لكن تدري اليوم يوم الرفيق، خل اعود عليه. انا وش قعدني في الزبير الحين ما غير ديون، لكن بعود عليه وهو بيرفدني، بيعطيني رفدة طيبة. جاك مروح يوم طب نجد وهو يجي ولا العين وما تعرف، يلا حيه يلا حيه يا هلا وراك كذا وشلون امورك وين ركوبتك وين؟ قال ما عاد بالشيء، راحت وخرت. اي قال ايه انا معلم وداري ان هذا بيحصل، والحين وش جاي انت بي؟ قال وش جاي نبي؟ ابي الفزعه هي الرفيق اليوم يومك. لا والله شوف انت مثل في المال تسترفد. اي جاي انت تسترفد عقب ما ضيعت حلال ابوك اللي مغبن عين الشمس. لا بالله يا ابوي حلالي عندي غالي انا. لا هي الا هدف. ها يا فلان قال غيرها، قال والله يا ابن الحلال انت ما طاح في يدك ضيعته، انت ضايع ومعلمينك بين انت ما تاخذ العلم. وهالحين تبي والله قاسمت الله طلع شيء بسيط، ما عنا من زبير النجد يبي هذا المده. قال هذه مدتك، قال الله لا يكثر خيرك، انا ما جيت ابيني، انا ابي وقفه اخو مع اخوه مثل ما وقفت معك. قال والله جزاك الله خير، انت معطيني طرف مالك وانت الحين تبي نصف مالي. لا بالله ماني معطيك. قال فمان الله لا يكثر خيرك. طلع زعل. يوم طلع ولا عنده واحد من الرجاجيل قال الحقه من بعيد لبعيد وشوف وين يروح واسكت وخله تعال. يوم راح هو دار ولا عليهم برد ولا عليهم رش مطر ولا هابة شمال، اللهم يا كافي شيء ما عاد. قال ما الا تذرة ولا هنا خرابة طين في طرف الديرة طايحة. قال بزبن فيها للصبح ويحلها الحلال ويدخل فيها. اي زبن فيها خرابة بيمرح فيها. يوم راح من الليل شوي ويجون هكذا اثنين من 300 رجاجين ولا هم سرقان. سبحان الله قدرة الله، ويدخلون عليه ادخل 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 احفر احفر هنا احفر هنا. يوم حتى الرجال بسم الله، قالوا بسم الله منك انت وش انت؟ قال انا ادمي. قالوا حنا وادم انت وش جابك في هالخرابه؟ ايه دار الكلام بينهم. قالوا اسمع، وقضبه واحد ويحط سكينه في حلقه. قال اسمع بالعربي حنا سارقين هالمال، هذا ذهب وحنا سارقين وبنروح نجيب الباقي، وانت الحين دريت عنه. والله في واحده من ثنتين، اما نذبحك وندفنك هنا ولا انك شريك لنا. يوم ناظر له والله ما الشراكه هارجه من الموت. قال انا ماني بسروق. قال علمتك. قال معكم. قال اجل تحرس المال وعرف الله واحد، ترى انا بنعود عليك، بنجيب باقي المال وبنجيك، ويا ويلك ان ضيعت هالمال. قال خلاص روح يا بالسلامه. راح واصبح الصبح راح دار في الديره احفر له ودفنه. راح ودوج عود عليه يتشوف عندها الخرابه ما جاء احد. خذ له 3 أيام ما جو. قال اجلهم مسكوا وذبحوا، لكن تدري رزقه ساقه الله بسم الله، ويطلع ويبدا يتاجر. لكن اعطته الدنيا دروس، صار يحفظ المال. يا سلام. ايه وبعدين ايش؟ خايف انهم يرجعون في يوم من الايام لو ضيع المال وش بيقول؟ بيذبحونه بيموت. والله ما لكم في طوال. هالمهم الرجال حرص على الدنيا، والدنيا مدرسه، وحرص على دراهمه، وصار يشتغل بالعقل، ولا عاد فيه طفق ولا عاد فيه عطو وبذر ولا عاد فيه اموره راكده هالحين. ايه يوم خذ له يجي له 5 سنين لا والله اموره زين. قال باقي العرس والبيت وعمرها كالبيت الزين ما شاء الله لا اله الا الله، قصر ينومس. ايه بس يدور له حرمه بنت جاويد ياخذها، وتجي هكا الحريمه ضعيفه مسكينه هي وبنيتها عليهم خلقان. قالت يا الاجودي انت بيتك بيت خير وحنا ضعوف، ما تبي نطبخ عشاك وغداك ونقوم بضيوفك؟ ترى ما نبي شيء، بناكل تالي سفرتك. قال ابرك الساعات، انا ما عندي احد، اجل ادخل انت وبنتك والله يحييكم. فعلا هالحين انتهى هذا كله. هو وش في باله؟ ينتقم من الشخص اللي هو ساعده في الاول ثم رفض انه يساعده، اللي هو صديقه. قال والله ما هلا افشله،
لأن سمعته طيبة لكن الناس ما يعرفون مثل ما أنا أعرف. ويقوم يحط هكا الذبائح ويعزم أهل الديرة وأهل السوق يوم جو، ويعزمه هو من ضمن. يوم قعد سنه أبو شهم سيده قباله والمجلس مصطك ويتهلات وترحيب والعود يدور والقهوة. قال يا الربع حاضرين وهم زد تعشوا هالحين. قالوا اسلم يا فلان. قال أسألكم بالله وش تقولون في هالرجال؟ قالوا والله ما عهدنا عليه إلا خير ونعم وسمعته طيبة وبيعه وشراه نظيف. وهو يقف قال اسمعوا بارك الله فيكم، مثل وقع تحمست شوي. قال اسمعوا بارك الله فيكم، اللي حصل هالرجال جاني في الزبير والله ما يملك إلا ثوبه، والله إني عطيته المال وزوجته البنت اللي في خاطري وهو ما يدري، ومخفن عليه قايل له إني متزوج ما بيع عنيه، أنا روف به مروفه قايل بكسده حطه على راسي وعدل له يا أخوي، ويوم عنيت له وبغيته طلع لي اطراره يعطيني إياها. ما ادري بوقفة أخوكم لكن هذا ولا هو وانتم محشومون عنه بنعجبناها كمثال. قالوا هذا فعله ردي لكن انا بعلمكم الفرق في الرجال منه. وذاك يضحك يبي يفشله وذاك بيفشله ساكت. الناس بين صدق ومكذب عارفين ذا الرجال لكن الرجال يقول حاضر. ساكت ذاك. قال قضيت يا فلان وتسمى الهرجك؟ قال اي والله. قال مرة قال له جلس مع رده وانا فلان. قال هات اللي عندك، ما عندك الا الخزي؟ قال لا مع الخزي غيره، انا ما عندي خزي لكن خذ رده. قال وش رده؟ قال اسالك بالله العظيم يوم تسري من عندي وتقوم وانت غضبان هاك اليوم وتروح وتدخل في الخرابه، من الاثنين اللي دخلوا عليك متلثمين معهم صندوق فيه ذهب؟ ها وش ادراك؟ قال اقول منهم. قال ما ادري. قال اجل ترى انا وفلان اللي متعشم معنا خوي. عجيب. اي واسالك بالله العظيم الحرمه اللي جتك تطبخ قهوك وتخدمك هي وبنتها منهم؟ قال وش ادراك؟ قال اقول منهم اللي مطابخين عشان الليله. قال ما ادري حرمه انت رزق الله. قال ترى امي واختي، انا حافظ لك الجميل لكن شك شفتك مضيع دنياك وقلت ابي اشدك مع الدنيا لان تعرف قيمه القرش وقيمه الرفاقه. صحيح. وهالحين زود على ذوذاء خذ الثالثه. قال وشي؟ قال ترى اختي هاللي في البيت حليلت لك انقبضتها على شهود الحظر. قال اشهد بالله انك رفيق، وهم يتوافون ويتحاضنون. قال تراها مقبوله وتروح ام عياله وصلاح وفلاح ورفقه على ما حلل الله وسلامتكم. لا بيض الله وجهي.